بابا ناوي يرجع امتى؟ هيرجع يا صوفي، هيرجع. يا بنتي كفاياكي، بقالك 7 سنين بتبعتي له الوكل على البحر. كده جت يا ماما. اطلعي بعيالك البحر عالي، يلا تعالوا يلا نطلع. انا حاسه اني عايش في غربته والاكل بيوصل له. اطلع من البحر النهارده يا احمد، مفيش سمك. هو ايه اللي عايم وراك ده؟ ده وكل. البحر ما كانش باعت سمك، باعت وكل. وكل؟ ازاي يعني؟ سبحان الله. بسم الله. في ايه؟ البحر كأنه بعت لي رسالة وبيقول ان عيالي هم اللي باعتين الوكل. وانت بالك قد ايه ما شفتش عيالك؟ 7 سنين وانا في غربتي. 7 سنين وما فكرتش حتى تشوفهم؟ غصب عني يا مصطفى، ما ينفعش ارجع بلدي. ايد ورا وايد قدام. ما كانش عندي حل غير الغربة واتكتبت عليني. بس انا عارف وكلها زين، ما يتوهش عن بالي لحظة. كل يوم بفكر فيهم، يا ترى من غيري بيعملوا ايه؟ جعانين ولا بردانين؟ متعلمين ولا جاهلين؟ الرسالة دي البحر بعتها لي، بس منهم. كان قلبي حاسس وعارف ان البحر لما بيقبع لي ما بيجيبش سمك. بعت لي رسالة عيالي كأنه بيقول لي ارجع، بس اعمل ايه؟ اديك زي ما انت شايف محدش هيوقف جنبي غيرك. هكلم الباشمهندس واخليه يديني اجازة حتى لو ساعة، اطل على عيالي وارجع اطمن عليهم. ما تقلقش، الباشمهندس ده راجل محترم جدا، وانا كمان هقف معاك وهخليه يديك اجازه. صح يا مصطفى؟ صح يعني. انا وانت مش صحاب بقالنا كتير، بس من يوم ما شفتك هونت علي غربتي، حسستني قاعد باهلي مش لوحدي. يا اخي ما تقلبش علينا المواجع بقى، يلا ناكل. ماشي. يلا. امسك. الباشمهندس بتاعنا